بيبقى بقايا اكل او الكلام ده كله بيبقى لازق في الاطباق. فطبعا عشان تخلصي يومك وتحسي ان وتبتدي يعني يومك ان هو تقدري تعملي فيه اي حاجه، يبقى ليك نفس ان انت تعملي اي حاجه فيه، ادخلي على المطبخ على طول. استعيني كده بالله وشمري كمامك زي اختك كده، وتشجعي. واول لو قدر الله الماء قطع عندك زي كده، ابتدي انك ايه تفضي الحوض. آه، عشان كنت عايزه بقى اعمل لهم كده فطار، بما اننا كلنا موجودين. لما بنكون انا والبنات موجودين في البيت وبيبقى عمرو موجود، بحب ان انا كده ادلعهم واظبطهم في فطار كده يكون حلو. هعمل معاكم فطار حلو قوي، طريقه فول حلوه قوي. واخداها بصراحه، مش هقول ان هي صاحبتي، هي اختي بصراحه يعني. لما بروح عندها بتعمل بصراحه الفول بالطريقه دي، بيبقى فول فظيع. بتسموه بقى فول بالخضار، تسموه فول اسكندراني، انا مش عارفه. هو فول كده بصراحه بيتعمل بيبقى طعمه حلو قوي، بس مسماه ايه انا مش عارفه. زي ما بتسموه كده واكتبوا لي في الكومنتات بتسموه إيه عندكم الفول. لما بنبتدي اليوم كأي ست بيت ان هي تنظف المطبخ، بيبقى اليوم حلو. يعني اليوم بيبقى ان انتي مفيش عندك مواعين في المطبخ، سواء بقى ميه قطعه، سواء كنتي في الشغل، سواء كان عندك ظرف ونزلتي، سواء يعني لاي ظرف من الظروف، تعبانه نمتي مش قادره ان انتي. وكلنا طبعا يعني كستات بيوت مش بنقدر ان احنا بيجي علينا وقت يعني ما بنقدرش نعمل المواعين قبل ما ننام. اتفقنا تنظيم الوقت هو ده اللي بيسعفك، وهو ده اللي بيخلي عندك الوقت فيه بركة. كتير بنقول ان اليوم ما بقاش فيه بركة، اليوم بيخلص على طول. اليوم كنا زمان بنعمل فيه حاجات كتير، ولا نرجع بقى لشغل امهاتنا وشغل جداتنا. الله يرحم يا رب امواتنا، ويخلي لنا يا رب امهاتنا وجداتنا اللي موجودين. عايزه اقول لكم هنا كنت عاجنه في الطبق ده، كنت عامله عيش حلو قوي، بس للاسف ما صورتوش معاكم. ان شاء الله كده نصوره باذن الله مع بعض. طريقته سهله جدا ومش بياخد آه، كمكونات كتير. هو ميه خميره ودقيق بس. فجداتنا زمان او امهاتنا زمان كانوا بيبتدوا اليوم من بدري، عشان كده او احنا كمان واحنا صغيرين كنا بنبتدي يومنا من بدري. فلما بنبتدي يومنا من بدري بنحس ان اليوم فيه بركه. يعني الخير في البكور، في ان انت تصحي بدري. سواء شغل، سواء شغل بيتك، سواء مشاويرك. الصبح شايفين الحلة دي كنت بنهار وانا بغسلها، كان مطرح الشوربة.